من احلى الاكلات اللي ممكن تقدميها لضيوفك او ممكن تعمليها لولادك هي برام الرز المعمر او حلة الرز المعمر. دي حلة بتتقدم بالطريقة الجميلة دي. بعد ما بتستوي بنقلبها في الصينية، متعمرة باللحمة، وطبعا معمولة بالسمنة البلدي واللبن والقشطة وملح وفلفل بس. لو عايزة تزودي بقى شوية جوز الطيب او شوية بهارات بسيطة عندك كده حسب مزاجك انتي، مفيش اي مشكلة خالص. آه، بتتقلب في الصينية زي ما انت شايفة كده، واللحمة دايبة دوب فيها. بس طبعا قبل ما بنحط اللحمة بنسوي اللحمة نص تسوية او 3/4 تسوية حسب اللحمة اللي عندي. في لحمة ممكن تاخد نص تسوية، في لحمة ممكن ما تسويهاش خالص على اساس انها بتبقى زي اللحمة البتلو كده. دي خدت نص تسوية، وطبعا لازم تكون ملبسة. يعني ايه ملبسة؟ يعني فيها نسبة دهون عشان بتخلي طعم الرز حلو جدا. وكمان نوع اللحمة البلدي بيدي ريحة حلوة جدا جدا للرز المعمر الحقيقة. ويكون فيه لبن بلدي، مش لبن علب ولا كده. ويكون كمان معاه قشطة، ويكون معاه سمنة بلدي وشوية زيت، وحاجة عظمة على عظمة خالص. وطبعا عملنا معاها صينية البطاطس الجميلة دي باللحمة برضو، وبولة السلطة المشكلة الفظيعة دي، سلطة خضراء. وادي السفرة بعد ما اتعملت. البطاطس، صينية البطاطس والمخلل والجرجير طبعا اللي دايما بيبقى موجود مع الأكلة دي أساسية، والسلطة. وألف هنا وشفا. مطبخ مصرية بيتمنى لكم كل خير، وبيقدم لكم أكلات جميلة جدا وبسيطة جدا، واعتقد انها أكلة من التراث بتاعنا القديم. ألف هنا وشفا، وباي باي.